نبارك لجميع نساء العالم ونساء شمال وشرق سوريا ووحدات حماية المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأقول لهن كل عام وأنتن نساء قياديات، كل عام وأنتن بألف خير. إلى كافة النساء المناضلات من أجل الحرية، السلام، الأمن، العدالة والمحبة، نبارك لكن كل أيامكن وكل لحظة تكافحن فيها من أجل هذه القيم، وما زال شعارنا قائما: نحن هنا وهنا الحرية، نحن هنا وهنا السلام، نحن هنا وهنا المحبة، نحن هنا وهنا الياسمين. تتالت العهود والنساء منتفضات ضد الذهنية الذكورية ودساتيرها وقوانينها التي تسحق أمانيها وتطلعاتها، مطالبة بالتغيير الذي سيضع للعالم موازينا منصفة وسيقلب المعادلات الهرمية رأسا على عقب، وسينشر السلام أينما حل الدمار والخراب والنور حيثما حلك الظلام. وهذا ما نشهده في عمق التاريخ النسوي وامتدادا إلى يومنا هذا، حيث حملت النسوة على مدار الحقب الورد والخبز في إشارة للعالم على حق الحياة والعيش الكريم دون تميز أو إقصاء. واليوم النساء في شمال شرق سوريا يجسدن نظرية أثرية الفراشة في هذا المنحى، حيث تورثن هذا النهج ويستكملن مسيرة الخبز والورد مع الياسمين على يد شهيدات السلام: هيفرين، هند، سعدة، زهرة، والأم أمينة، والأم عقيدة. وعندما نتحدث عن السلام نجده متوحدا ومتجذرا في أوليات مساعي النساء السوريات في شمال وشرق سوريا، والتي نالت أرقى الألقاب عالميا وازدادت على المجتمع النسوي أبعادا أوسع وأشمل. فما كان لنساء العالم إلا التغني بنضالهن وتوثيقه بشتى الصور والوسائل، وكما جسدتها الكاتبات حول العالم وأشبعتهن فخرا بقوة المرأة الخلاقة، حيث خلقت واقعا جديدا وتحولا إلى كافة الأصعدة المجتمعية، ليس فقط على الصعيد الإقليمي والمحلي، وإنما امتد سدى إنجازاتها إلى الآفاق الأممية، لتجد المئات من النساء من مختلف بلدان ودول العالم مما يجدن أهدافهن السامية في كنف هذه الأرض وهذه الثورة، يدافعن عن حقوقهن الشاملة التي لا تحصرها حدود إقليمية أو دولية،